ويلا بينا نبدأ بسلسلة عجين مفرزنات رمضان، وبإذن الله رح نعمل جميع أنواع العجين اللي نحتاجها في المفرزنات. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. وبسم الله على بركة الله نبدأ بأول عجينة لمفرزنات رمضان، ورح نبدأ بملكة سفرة رمضان، عجينة السمبوسة البيتية، عجينة البوف. وطبعا رح تكون عندنا أكثر من وصفة لعجينة السمبوسة البيتية، واليوم رح أبدأ معاكم بعجينة هشة ومقرمشة وسهلة وسريعة. مكونات العجينة: نص كيلو دقيق، 150 ملي موية، 150 ملي حليب سائل، حبة بيضة، ملعقة نشا. ننزل الدقيق على الزبدية، نستخدم زبدية واسعة عشان نقدر نتحكم في العجن وناخد راحتنا. وننزل النشا على الدقيق، النشا بيعطي العجينة قوام القرمشة. ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا الوردي. ونقلب جميع المكونات الجافة مع بعض، ونضيف عليهم الزيت والبيض والحليب السائل والموية. الموية طبعا نضيفها بالتدريج لحد ما تتعجن العجينة معانا. ونبدأ نقلب جميع المكونات السائلة مع المكونات الجافة لحد ما تختلط ببعض، ونعجنها بيدنا ونضيف الموية شوية شوية لحد ما تتماسك العجينة ونوصل للقوام المطلوب المتماسك. ونعطيها رشة دقيق وندخلها في النايلون ونتركها ترتاح نص ساعة وتكون العجينة جاهزة للاستخدام. وبإمكاننا نحتفظ بيها في الثلاجة مدة يومين وفي الفريزر 6 شهور. وتسعدني آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.